اليوم الوصفة خطيرة، ميكس رهيب بين المعكرونة وبين البيتزا. لما تكونوا جاي على بالكم البيتزا ومالكم خلق تعجنون لازم تجربونها بهاي الطريقة، ولا أروع ولا أطيب. رح تحبوها انتوا وولادكم كبار وصغار. وصفة جدا طيبة. فضلا منكم انتوا عم تشاهدوا الفيديو حطولي لايك، اشتركوا بقناتي، صلوا على الرسول. خلونا نبلش. اول شي رح نسمي بالله. بدي اسلق المعكرونة. هون عندي كمية من المي، بعد ما غلت رح اضيف لها نصف معلقة من الملح، شوية من الزيت النباتي. انا هون طبعا استخدمت السباجيتي. انتو استخدموا المعكرونة اللي انتو تحبوها او النوع اللي تفضلوا. رح اكسرها طبعا شوي مشان يصغر حجمها، بعدين اعمل لها تحريكتين واسكر عليها لحتى تستوي. لنعمل صوص البيتزا رح اضيف كمية من الزيت النباتي، رح انزل عليهم بصلتين مفرومين بشكل ناعم، وسن من الثوم كمان فرمته بشكل ناعم. رح اضيف له شوية من الملح ونبلش نقلي البصل. انا بدي اياه بس يذبل، ما بدي اياه يعني ياخذ لون. تمام. هون رح اضيف لهم 3 معالق كبيرة من دبس البندورة اللي هو معجون الطماطم، ونسميه بالله ونبلش نخلطهم شوي مع بعض لحتى يعني تطلع النكهات، نكهة دبس البندورة. وهون انا على جنب برشت حبة بندورة كبيرة او حسب حجمها، يعني اذا كانت صغيرة برش 2. هون رح اخففها بكاستين من المي لانه انا بدي القوام اخف من صوص البيتزا بشوي. رح اضيف لها نصف معلقة من الملح واوريجانو وشوية من السكر لحتى نعادل نحن الحموضة. نعمل لهم هون تحريكتين. شوفوا ما شاء الله، يعني انا بدي القوام يكون شوي خفيف بس مسبك. سكر عليه شغلة 5 دقايق. وهون المعكرونة بعد ما استوت صفيتها من المي وغسلتها بمي باردة وصارت جاهزة عندي، والصوص صار جاهز. وهون بأرضية البايركس رح أضيف شوي من الزيت النباتي، تمام، وأوزعه يعني بشكل عشوائي. بعدين رح أبلش أخذ شوي من السباجيت، يعني على حسب حجم الصينية طبعا أكيد اللي انتي عم تعملوا فيها. فرح أوزع طبقة من السباجيتي، وبعدين رح أضيف لها كمية من الصوص. تمام. ونبلش هون نسمي بالله ونخلطهم مع بعض لحتى تاخذ كل حبات السباجيتي من الصوص. وهون رح نبلش بالخضار. انا ضفت لها بس زيتون شرايح وفلفله خضراء، يلي تحبوه انتو ضيفوا، ذرة، فطر، مرتديلا، كله يلبق معاها. تمام. وهون رح اضيف لهم كمان طبقة من جبنة الموزاريلا. مثل ما قلت لكم الخضار يلي تحبوها انتو ضيفوها. ورح ارجع هون اضيف لهم كمان طبقة من السباجيتي على حسب طبعا اكيد الحجم يلي نحنا عاملينه. هون كمان رح ارجع اعيد نفس الخطوات، رح ارجع اضيف لها طبقة من الصوص تبع البيتزا. نرجع نحركهم شوي مع بعض، وارجع هون ارجع اضيف لهم طبقة من جبنة الموزاريلا. والله انه الوصفة طيبة جدا. انا لما اكون جاي على بالي بيتزا يعني دائما اعملها، لا عجن ولا شيء، وجدا سهلة وسريعة. نرجع نضيف رشة اوريجانو على الوجه، فرن محمى مسبقا شغال فوق وتحت. تاخذ معاكم تقريبا ربع ساعة 3 ساعة، يعني بس تتماسك الصوص على السباجيتي وتذوب معانا الجبنة. وهاي النتيجة، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا تركتها ربع ساعة بالفرن، تركتها تهدى شغلة 5 دقايق، بعدين قطعتها. وشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم تجربوها حبايبي، وبالعافية عليكم يا رب.